السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة هنشرح درس أو اكسبريشن لذيذ جدا في اللغة الألبانية. ألا وهو إيمانوخ. إيمانوخ لو جيت تترجمها يعني حرفيا مش هتديك معنى، يعني معنى تقدر تستنفع منه بحاجة أو يعني تفهمه. بس أنا لقيت ترجمة ليها يعني جميلة جدا ويعني دقيقة بنسبة كبيرة. لما كأنك يعني عايز تقول للأسف لسه. عارف انت مثلا بتقول مثلا للأسف لسه بعمل كذا كذا، هي بالظبط دي. للأسف لسه يعني كلمة نوخ معناها still، أو لا يزال أو لا أزال. تمام. انما اما هنا تقدر تعتبرها كلمة لايدا اللي هي للأسف. لأن يعني الجملة دي بتديك إحساس قوي زي ما مكتوب هنا إن الحاجة مستمرة لحد دلوقتي رغم إن كنت متوقع إنها تخلص، فهي للأسف مستمرة. ناخد عليها أمثلة أكتر. إيش لينا إيمانوخ دويتش. معلش أنا عندي برد. آه يعني متوقع إنك تخلص بس لسه مستمر. Er wartet immer noch. هو لسه مستني، لسه للأسف مستني، لسه للأسف مستني. ايه تاني؟ bist du immer noch krank؟ هل انت للأسف لسه تعبان؟ او انت لسه تعبان. يعني الترجمة مش راكبة، عشان كده بقولك يعني هي في الأغلب مش دايما. انت انت لسه تعبان. يعني انت ايه؟ فيها استغراب. يعني بقالك فترة تعبان يعني. فاهم؟ فده الاستخدام. ف الفرق ان نوخ لسه معلومة عادية مش مستغربها يعني متوقعة عادي. ich bin noch hier. انا لسه هنا. انما اقول انما لما اقول ich bin immer noch hier معناها انا لسه للاسف هنا، او انا بقالي كتير هنا وكان المفروض ما بقاش بقالي كتير هنا مثلا. يعني مثلا فهي حاجة عكس التوقع. بس كده. وبكده نكون وصلنا لغاية نهاية الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك. والسلام.